جاي احكي لكم النهارده عن براند خد قرار خلاه يخسر ملايين بمزاجه. القصه دي مش قصه براند، القصه دي عن ليه قرارات بتنقذ براند وقرارات تانية بتدمره. في 2007 نتفليكس كانت بتحتفل بانها شحنت الدي في دي المليار في تاريخها، وانها واحده من انجح شركات تأجير الدي في دي في امريكا ان ما كانتش انجحها. البيزنس شغال والعملاء بيزيدوا والفلوس داخله. الانسايتس من بره تخليك تفتكر ان مفيش اي داعي للتغيير، لكن ريد هاستينجز الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركه في وقتها شاف الموضوع بطريقه مختلفه تماما. النجاح ده ما كانش سبب انه يتمسك بالدي في دي، لكنه كان انذار انه لازم يبدا يبني اللي بعده. وفي يناير 2007 اعلنوا عن اطلاق اول خدمه ستريمينج في نتفليكس. وبينما كان الدي في دي بيزنس في قمه نجاحه، ريد كان شايف ان الانترنت هو مستقبل توزيع المحتوى وصناعه الترفيه في العالم، لكنه كان مدرك ان التكنولوجيا لسه مش جاهزه بالكامل. فبدل ما يقول هنقفل الدي في دي، قال هستخدم نجاح الدي في دي عشان امول المستقبل. وفي 2011 ريد قرر يفصل خدمه الدي في دي عن الستريمينج، ودي كانت كارثه. وبسبب غضب العملاء الشركه خسرت مئات الالاف من المشتركين وسهم نتفليكس انهار. ريد هاستينجز ما كانش معصوم من الغلط، هو غلط واعترف انه غلط، لكنه كان عارف يفرق بين حاجتين: الفكره وطريقه تنفيذ الفكره. فغير التنفيذ لكنه مغيرش الاتجاه، لانه كان مقتنع ان الخطر الحقيقي مش انهم يخسروا جزء من الارباح دلوقتي، الخطر كان انهم يفضلوا متمسكين ببزنس السوق بالفعل كان بدأ يسيب. وبالفعل وبعد اقل من 10 سنين سوق الدي في دي بدأ ينتهي تماما، وبقى الستريمينج هو مستقبل صناعه الترفيه زي ما ريدز كان متوقع. اول مره سمعت القصه دي افتكرت ان نتفليكس خطرت بدون داعي، لكن بعد ما دورت اكتر اكتشفت انهم ما كانوش مهتمين بمحاربه السوق ولا المنافسين اصلا، لانهم كانوا مؤمنين ان اكبر عدو لنجاحك الجاي ممكن يكون تمسكك بنجاحك الحالي. قول لي سمعت عن القصه دي قبل كده ولا لا؟ وايه رايك في اللي ريدز عمله؟